عايزك تبعت $10,000 على العنوان ده، ولو ما عملتش كده هضطر اجي ازورك، وصدقني انت مش هتحب ده، وعندك اسبوعين تعمل كده، ولو بلغت الشرطة الموضوع هيكون اسوأ، وممكن ازور عيلتك لو عملت كده. ازيكم يا احلى متابعين، احنا بنكبر بيكم كل يوم، عشان كده لو دي اول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للقصة عشان توصل لأكبر عدد الناس. ويلا بينا نبدأ. في أول القرن ال21 كانت شعبية الإنترنت وإمكانية الوصول ليه بتكبر كل يوم. كنت بقضي وأنا في الكلية مع أصحابي ساعات قدام شاشة الكمبيوتر، ودي كانت طريقة اتصال جديدة من المتوقع إنها تغير العالم. وفي يوم سألني فريد زميلي في الشقة بصوت بالراحة، على الرغم إننا كنا لوحدنا في الشقة، لو كنت سمعت قبل كده عن شبكة الدارك ويب. وضح لي إن الدارك ويب هو الجانب السري من الإنترنت، محدش يقدر يراقب أو يشوف أي نشاط بيحصل فيه. وضح برضه إنها طريقة عشان تجيب منتجات ما كانتش قانونية أبدا، ما تقدرش تجيبها من مكان تاني. وقال إزاي نوصل ليها هو ده أفضل جزء. قال كده وإحنا ماشيين لقط، كل اللي عليك إنك تنزل بعض البرامج المجانية. وقعدنا قدام الكمبيوتر بتاعي ونزل حاجات ما كنت سمعت عنها قبل كده، وبدأنا نتفرج. وتصفح فريد الجانب ده من الويب بسهولة، وأنا كنت يا دوب بعرف أتصفح الإنترنت العادي، فما بالك الدارك منه، وكمان نسخة سرية. واشترى مادة كانت غير قانونية وضحك لي كأنه انتصر أما الجهاز بتاعي قفل. قلت له بس كده؟ ضحك وقال لي بس كده، وعمل علامة إن كل حاجة تمام. واتضح لي إن ده ما كانش كل حاجة. الأسبوع اللي بعده قعدت على مكتبي عشان أبدأ مشروع بحث. فتحت الإنترنت بتاعي وبدأت أبحث عن الرسوم البيانية. فجأة شاشة الكمبيوتر بقت ضلمة. فكرت إن الشاشة بتاعتي اتحرقت أو الاتصال فيه حاجة، ولسه بقوم عشان أشوف فيه إيه لاحظت إن الشاشة ما كانتش سودة تماما، المؤشر كان بينور. وسألت هو أنا بتخيل؟ فجأة المؤشر كتب ازيك براين، أنا شايفك. أنا اترعبت وكنت بتنفس بصعوبة. إلى اللقاء الآن. ورجعت شاشة الكمبيوتر للصفحات اللي كنت فيها كأن مفيش حاجة حصلت. سألت لو كنت بهلوس عشان بقالي كتير ما نمتش، ما كنتش عارف إيه ده وما حاولتش أعرف. كملت البحث بتاعي، والأيام اللي بعدها كانت طبيعية، ما كانش فيه أي رسائل مشفرة على الكمبيوتر بتاعي، لحد ما في يوم بالليل وأنا راجع لقيت ظرف أحمر تحت الدواسة مكتوب عليه براين. بصيت حواليا عشان أشوف لو حد بيراقبني، ودخلت شقتي فتحت الظرف وأنا ميت من الرعب. عزيزي براين، حلو إن قبلك، أنا عارف كل حاجة عنك. مامتك اسمها هدير، وأختك مليكة، وباباك موسى، وأنت عندك 24 سنة. اتولدت في النيابة، وبتحب موسيقى الراب، وبتحب الأكل الهندي، وبتصرف فلوس كتير قوي على القهوة، وعليك ديون حوالي 5400 جنيه، وعندك 3 أحذية في دولابك، و10 قمصان وبنطلونين هقطعهم وأنا بطرد. عايزك تبعت $10,000 على العنوان ده، ولو ما عملتش كده هضطر أجي أزورك، وصدقني أنت مش هتحب ده، وعندك أسبوعين تعمل كده، ولو بلغت الشرطة الموضوع هيكون أسوأ، وممكن أزور عيلتك لو عملت كده. عقلي كان مليان بالأسئلة والمخاوف. إزاي أعرف كل ده؟ معقول يكون جوه شقتي؟ ولا ده هزار من صاحبي فريد؟ ويقصد إيه بإنه هيزورني؟ طول الأسبوعين ما عرفتش أنام، وكنت مركز مع كل العيون اللي حواليا في كل مكان رحت ليه. وبدأت أشوف فريد بيتصرف بشكل غريب، حتى الكمبيوتر بتاعي بقى أبطأ من العادي. كل دي حاجات كنت بتخيلها. وفي نهاية الأسبوعين قررت إني مش هبعت أي حاجة، وده عشان ما كانش معايا $10,000، وقلت إن أكيد دي عملية نصب كبيرة. وبعد 14 يوم بالظبط من الرسالة دي كنت راجع البيت بالليل، واليوم ده صاحبي فريد كان بايت بره، وعملت نفسي مش فاكر إن اليوم ده هيكون كده عدت المهلة، بس أنا كنت خلاص هنتهي. فتحت الباب ودخلت أوضتي، وجسمي كله أشعر. أوضتي اتدمرت تماما. الكمبيوتر بتاعي كان على الأرض، والمرتبة كمان كانت على الأرض، وكل الورق على مكتبي متقطع ومرمي على الأرض. بصيت على دولابي وكان مفتوح، وسمعت صوت حركة جاية من جوه. قربت منه وجسمي كله بيعرق وبيرتعش، وفجأة باب الشقة خبط. ضربات قلبي زادت، وسمعت اللي على الباب بيقول مستر براين، مستر براين افتح الباب. وقفت محتار، يا ترى التهديد جاي من دولابي ولا من بره؟ وسمعت باب الشقة بيتكسر. في نفس اللحظة خرج من الدولاب شخص رفيع وطويل، ولابس بدلة مهرب، ورسم على وشه، وفي ايده مسدس وحطه على دماغي. ازيك براين، انا اسف بس لازم اعمل كده، بس انا حذرتك ان ده هيحصل. فجأة سمعت صوت ضرب نار، كانت هتخرج طبلة ودني،
ونزلت إيده اللي فيها المسدس، وقع جسمه كله على الأرض، والدم كان حواليه في كل مكان. أستاذ براين، إحنا الشرطة، محتاجينك تيجي معانا. الدموع نزلت من عيني، ولفيت لقيت شاب لابس الزي العسكري وأخدني لمركز الشرطة. وهناك وضحولي إن الشخص ده كان هاكر بيخترق الكمبيوتر ويرعب اللي بيستخدموا الدارك ويب اللي ما عندهمش الخبرة. كان بقاله شهور، وفي الفترة دي ابتز 7 ضحايا بعتوا ليه $70,000، وقتل بوحشية 9 تانيين، وكان بيستهدف أحياء محددة. ورجعت الشرطة الرسائل والأظرف الحمراء لكل الضحايا، وبدأت تربط الأحداث ببعض وتفك اللغز. وكانوا بيراقبوني لمدة أسبوعين، وكانوا متابعين البريد بتاعي وسجل الإنترنت الخاص بي، وعمليات البحث اللي عملتها عن تهديدات الإنترنت والدارك ويب اللي خلتهم يعتقدوا إن أنا الهدف اللي عليه الدور. وكانوا فعلا صح، وأنقذوا حياتي. وبعد 17 سنة من اليوم الرهيب ده، عمري ما فتحت الدارك ويب تاني. واستخدم كلامي ده كتحذير. أنا الشرطة أنقذت حياتي في اللحظات الأخيرة، بس أنت ممكن ما تكونش مخيب ليه. أرجوك خليك حذر من الدارك ويب. ودي كانت نهاية الحكاية. ما تنسوش تعملوا لايك للقصة عشان توصل لأكبر عدد ممكن، وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. وأشوفكوا في قصة جديدة.